بن شرقي مين اللي يجي النادي الاهلي؟ ما خلاص بن شرقي راحت عليه. بن شرقي اللي كان مكسر الدنيا مع الزمالك خلاص راحت عليه. كان زمان يا معلم. بن شرقي دلوقتي عنده 31 سنه، احنا ماشيين بيرسي تاو علشان عنده 31 سنه وكبر في السن. نجيب واحد عنده 31 سنه زي بن شرقي. بقول لك ان بن شرقي كويس بس لما كان في نادي الزمالك، انما دلوقتي بن شرقي راحت عليه يا صاحبي. بن شرقي دلوقتي مش لاقي فريق، والاخبار كلها بتقول لك ان النادي الاهلي عايز يتعاقد مع بن شرقي، وانا بقول لك الخبر ده في الهوا. وكمان في خبر تاني اتمنى انه يحصل بس انا مش مصدقه. هتقول لي خبر مين يا عم سمير؟ اقول لك ان بوفال النادي الاهلي بيخلص فيه. بوفال النادي الاهلي بيخلص فيه. بوفال اللي مكسر الدنيا في كل الدوريات، بوفال المهاري اللي بعدي من اي حد الناس الاهلي هيخلص فيه. ناس هتطلع تقول لي ايوه يا عم هي دي الاخبار المنتشره دلوقتي. هقول لك سيبك من اخبار السوشيال ميديا، انا مش هعتمد الصفقه دي الا لما اشوفه في التتش. انا مش هعتمد الصفقه دي غير ما اشوف الاعلان الرسمي بتاعه على صفحه النادي الاهلي. ساعتها اطلع افرح واتكلم واقول النادي الاهلي عمل احسن صفقه في تاريخه. ان شاء الله ان شاء الله نسمع اخبار حلوه عن النادي الاهلي، وكمان نسمع اخبار حلوه ان بن رمضان قرب قوي من النادي الاهلي، ومحمد عبد المنعم قرب ان هو يمشي من النادي الاهلي. ان شاء الله تشوفوا ميركاتو السنه دي هيكسر الدنيا. واحب اقول لك كمان انا مش عايز بن شرقي يجي علشان اخواتنا الزملكاويه اللي ممكن يموتوا فيها لو بن شرقي جه النادي الاهلي. بس كده، يلا سلام.